سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الخير عليكم جميعا كل اخواتي وحبايبي اللي منوريني بوجودهم دايما على القناة بتاعتي، واللي لسه جداد أول مرة يشوف القناة برضو. شايفين ما شاء الله هي دي دورة البط المسكوف الخليط اللي ابتديناها كده مع بعض من اول لما البطه طلعت من تحت البط اللي كان مطلع طبعا عندي. ده طبعا رقد 3 بطات كانوا مطلعين مع بعض، فعملت منهم كده انتاج مزرعه ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. ومن هنا بنتكلم عن توفير العلف، انا كده موفره لهم من العلف والحمد لله. يعني البطه هتبتدي ان هي تريش وهتكبر برضو بسرعة من غير افتراس، من غير ما في بطة تنهش في التانية ولا تسقط الريش. وكل الخلطات اللي انا بعملها يوم بيوم بنزل كده معاكم فيديوهات. والخلطة دي تعتبر هي ابسط خلطة واسهل طريقة ممكن تعملها للبط علشان يكبر معاكي بسرعة ويحمل كده في الوزن وفي الحجم ما شاء الله. شايفين البط ده كده كان طالع من البط ومصورته برضو معاكم. الخلطة بتاعتي دي مكونات الخلطة. هنبتدي نحط برضو نزود كده للبط، وهنقول هي مكونات الخلطة اللي انا عاملاها دي. يا ريت كده لو انت لسه جديدة معايا على القناة ولسه اول مرة بتشوفي القناة بتاعتي تنزلي تشتركي فيها. وكمان يا ريت لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا من اللايك، عشان اللايك بيرفع من الفيديو فبقوم مكملة معاكم كده واشجع كل يوم وانزل فيديو جديد. الخلطة بتاعتي اللي انا عاملاها النهاردة دي مكوناتها كلها من البيت. اول حاجة جبت ربطتين من الكرات اللي هو الاخضر وغسلتهم غسلة نظيفة كده بحيث ان هم لو فيهم اي حاجة تعقميهم. يعني غسلتهم وابتديت ان انا قطعتهم كده، خرطتهم قطع صغيرة خالص. وجبت كمان حوالي عن نص كيلو من البطاطس وكم جزرايه كده وسلقتهم مع بعض نص سلقه كده. وابتديت بالمبشره عشان المبشره تكون سهله انك انت ما تعملش حاجه في ايدك. يعني ابتديت ان انا بشرتهم فبتكون سهل اما بيكونوا مستويين كده، اما بتكونوا مسوياهم يعني تبتدي ان انتوا تبشرهم بكل سهوله. وكمان عليهم شوية علف 23%. وكمان عليهم العيش اللي بيكون بايت عندي ببتدي ان انا افركه او اقطعه قطع صغيرة خالص. وكمان حاطة شوية ردة كمان عليهم. فالخلطة دي موفرة وفي نفس الوقت بتخلي البطاية معاكي تكبر كده وما شاء الله تكون بطة منفوخة، مش بطة مقرمضة كده ومش بيبان عليها اكل. لا، الخلطة دي بتوفري بيها من كمية العلف، لانك انت لو في الوقت ده لو هتاكلي طبعا البط علف صافي وكمان يكون باعداد فهيكون التكلفه عاليه جدا 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 عليكي. فمن هنا طبعا هي دي الخطه، هي دي ابسط طريقه بقدر ان انا اعملها للبط بحيث ان هو يكبر معايا بسرعه ويزيد كمان في الوزن. العيش طبعا مفيش احسن منه للبط. انا هنا مربيه دوره البط دي من اول لما كان عمرها 5 ايام كده. كنت بجيب العيش اللي هو بيكون بايت، بيكون مبرول كده فبيكون سهل انك انت تفركيه زي العلف كده. وكنت بقلب عليه شويه العلف اللي هم 23% وباكل منهم البط. كان بيشبع ومنها بوفرت من كميه العلف ليهم، لان طبعا البط باعداد فانا لو هاكله علف صافي فهيكون خراب بيوت، يعني هيستهلك اكل كتير جدا جدا. هي دي الخلطة اللي انا عاملاها النهاردة وما شاء الله البط بياكل منها ومفيش اي مشكلة. اهم حاجة طبعا في المرحلة دي مرحلة طلوع الريش دي انك انت تهتمي بالخلطات اللي هي بتغني عن رافع المناعة وعن الحاجات دي كلها. وفي نفس الوقت انك انت تاخدي بالك من البط عشان الاسهال. في المرحلة دي البطة بتكون مناعتها بتبتدي ان هي تقل كده من طلوع الريش فبتعوزي اهتمام اكتر. فانت بتاخدي بالك من الارضية عشان لو في اي نوع من الاسهالات بتبتدي ان انت تعالجي بسرعة. طبعا انا هنا برضو على القناة عاملة فيديوهات كتيرة ازاي ان انت تتفادي ان الطيور بتاعتك ما يجيلهاش اسهال سواء البط او الفراخ بحاجات طبيعية بعملها دايما ليهم. وكمان عملتها لدورة البط دي، عملت لهم الخلطة اللي هي بتمنع الاسهال في نفس اليوم وعملتها كتير، يعني بعملها مرتين في الاسبوع كده. فما شاء الله طول ما البطة بتاعتك سليمة معاكي ما عندهاش اي حاجة فتضمني ان انت كده هتعدي مرحلة طلوع الريش، هتعدي الفترة اللي هي الصعبة دي بخير ان شاء الله. طبعا من هنا بهتم بوسع المكان اللي انا بربي فيه البط. موسعة
موسعه لهم المكان ده، واسع جدا جدا كمان في الاوضه دي. وفي نفس الوقت بهتم كمان بالفرشه تحتهم، بنضف يعتبر كل يوم، علشان البط على اخر النهار كده لازم يكون بايت على نظافه. الارضيه تحته لازم تكون ناشفه خالص، عشان تلاقي البطه بتاعتك شكلها نظيف، ريشها بيلمع عليها، بتكبر معاك بسرعه. هي فعلا المرحلة اللي هي من عمر اليوم من عمر الشهر دي أو الشهر ونص، يعني في الفترة اللي هو البط بيكون بيسنن فيها أو بيريش، هي دي المرحلة اللي بتكون صعبة. فلما بتهتمي بيها بتعدي بسرعة جدا جدا، وبتلاقي الطيور بتاعتك عدت وكبرت وما حسيتيش بيها. طبعا انا هنا بقى بسيب الاكل قدامهم، انا حطيت لهم كده كميه من الاكل، فهيبتدوا ان هم ايه يخلصوها نص ساعه كده، ما بلاقيش اي حاجه في الطبق دي. باكل البط بتاعي ده كم مره في اليوم، علشان كده ما شاء الله بيكبر معايا. باكله 3 مرات، مره الصبحيه الساعه 8 الصبح كده، اول علفه ليه، ومرة بعد الظهر أو يعني بعد الظهر بساعة، والمرة اللي هي التالتة قبل المغرب بشوية. وخلاص بيشبعوا وبيتوا كده من غير حاجة قدامهم غير المية بس. فبقوم تاني يوم طبعا عشان أفطرهم، بيكونوا بقى جعانين، فبياكلوا من أي خلطة تعملها لهم. حتى لو انت هتعملها أول مرة ليهم هيبتدوا ان هم ياكلوا منها، طالما ايه، طالما البط يعني أصح حاجة للبط ان هو ما ياكلش بالليل، يبيت كده وتلاقيه الصبح كده ايه بياكل، فبيبان عليه ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله دايما مكملين كده معاكم دورة الضغط دي لحد لما تكبر معانا وتوصل معانا للاوزان اللي هي المرضية، الاوزان اللي هي العالية. آه يا ريت كده لو انت استفدتي من الفيديو ولو بحاجة كده صغيرة، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو قبل ما تخرجي كده منه، علشان اللايك طبعا بيرفع من الفيديو، فبقوم مشجعة ان انا كده ايه كل يوم تلاقوا فيديو جديد على القناة. حبيت ان انا اشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.